أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج نبض العاصمة. النهارده فقرتنا مختلفة ومتنوعة، هنتكلم فيها على المستشار المالي حسين العوضي، رئيس قطاع المحلة والتمنود لحزب حماة الوطن. المستشار حسين كان ليه وجهة مختلفة عن الآخرين، نزلنا صورنا معاه، وبالفعل دلوقتي هنعرض لكم تقرير في كل الإنجازات اللي عملها قبل ما يسافر دولة الإمارات. تعالوا نشوف ثمرة نبض العاصمة تصل لكم. أنا مش بقرر الطلبة المتفوقين ولا حزب حماة الوطن يختار الطلبة المتفوقين في الجامعات والقرى الثلاث، بل أنتم اللي بتقررونا إنكم سمحتوا لنا أن تكون هدية بسيطة للمتفوقين. لدي إليكم مجموعة من الرسائل وكلها رسائل تهنئة وحب من قيادات حزب حماة الوطن. الفريق جلال هريدي يرسل إليكم التحية، رئيس حزب حماة الوطن مؤسس لها الصحة المصرية. كما أن هناك مرتبة تهنئة أخرى من اللواء أركان حرب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب، النائب الأول لرئيس الحزب. رسالة واللي كان يتمنى يكون بينكم النهارده وكان مصيركم يكون بينكم، ولكن ظروف حاله ظروف صحيه طارئه، اللواء احمد يحيى امين الحزب الغربيه وكيل اول لجنه الدفاع والامن القومي. إليكم التحية من جميع قيادات وأمانات المركزية وأمانة محافظة الغربية. دمتم بخير وتشكر لكم جميعا ألف شكر. وشكرا لكم الدكتور والأخوات منكم وابنكم، وأنا بتصرف على الواحد منكم مش جاي من بره، أنا بتصرف على الواحد منكم شرفني. إن كان يقبلوا واحد منكم ده شيء شرفني. متشكر جدا ليكم. السلام عليكم. وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي يلتقي رموز الجالية المصرية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وزي ما شفنا في التقرير بجد حاجة مشرفة جدا، وسافر حسين العوضي لدولة الإمارات الشقيقة بمتابعة ترتيبات لزميلهم في الحزب محمد فوزي، لأنه معزوم لمقابلة وزير الخارجية والشؤون المصرية في الخارج. بجد حاجة مشرفة جدا إن في راجل مجتهد جوه مصر وخارج مصر وبينتمي للحزب، بجد ربنا يوفقه ومنتظرين منه كتير الفترة القادمة.